عمرك تخيلت إن حد ياخد موتور سكوتر ويعدله ويحطه في عربية نقل والدنيا تبقى حلوة؟ ده تقريبا المثال اللي هنشوفه في الفيديو ده، بس على أصغر شوية. هستعرض معاكم 3 عربيات سوبر كارز بتشترك في مواترها مع عربيات أقرب ما تكون للبطة البلدي مع شوية تعديلات بسيطة كده. أول عربية معانا وهي الكونينسيج سي سي 8 اس. العربية دي أول موديل أطلقته كونينسيج سنة 2002. عملوا منها 6 عربيات بس اللي كانت كفاية عشان تحط الشركة على خريطة السوبر كارز. عربية بتوصل من 0 ل 100 في 3.5 ثانية بس. أعرف عربيات تاني 33 ثانية ممكن ما تكفيهاش، وبسرعة بتوصل ل 386 كيلومتر في الساعة. العربية دي كانت من أسرع العربيات الموجودة في الفترة دي، لكنها في نفس الوقت كانت مبنية على محرك فورد ال V8 المنتشر وقتها في عربيات كتير. مش هتتخيلوا زي ايه. نفس الموتور ده المستخدم في عربيات تاكسي نيويورك الأصفر وعربيات الشرطة الأمريكية زمان، اللي كانت عبارة عن عربيات كراون فيكتوريا اللي عاملة زي المركب السياحي دي. كمان نفس الموتور كان موجود في عربيات فورد F150 البيك اب. حد يقول لي ازاي عربيات زي دي ممكن يكون فيها نفس الموتور الموجود في سوبر كارز زي السي سي 8 اس؟ الفكرة في قوة الهندسة الميكانيكية المستخدمة في تعديل الموتور، واللي ضافوا له 2 سوبر تشارجر حولوه من موتور عربيات عادية جدا لموتور بينتج 664 هورس باور من القوة. فلو عندك كراون فيكتوريا اعرف ان معاك وحش مستني حد يطلقه على الطريق. العربية رقم 2 معانا وهي السوبر كار لوتس ايفورا. شركة لوتس دايما كانت بتركز على انتاج عربيات بوزن شاسيه ونظام تعليق وجسم سيارة خفيف اكتر ما بيركزوا في تصنيع مواترهم الشخصية. عشان كده على مر سنين لوتس كانت بتستخدم محركات من شركة رينو وفورد وروفر وشركات تاني. العربية الحالية بقى من ايفورا بتستخدم موتور 3.5 لتر من شركة تويوتا مع اضافة سوبر تشارجر في بعض الاوقات، اللي يخليك تستغرب بقى ان المحرك الفي 6 ده اللي اسمه 2GRFE هو نفسه الموجود في موديلات تانية كتير عادية من تويوتا. الموتور اللي بينتج 276 هورس باور هو اللي بنلاقيه في تويوتا كامري وفي الهايلاندر وفي لكزس ES 350. الموتور ده لما بيركب عليه سوبر تشارجر بينقله من 276 هورس باور ل 400 هورس باور. نفس الموتور ممكن تلاقيه في عربية جارك صاحب العيال زي عربيات تويوتا سينا ميني فان مثلا. غريبة ان تعديل بسيط ممكن ينقل موتور عربية عائلية عاملة زي البطة المتزغطة لسوبر كار وحشة على الطريق، مش كده؟ رقم 3 واخر عربية معانا نيسان 350 زي من سنة 2002. ونيسان بتنتج العربية دي وهي عربية رياضية محبوبة جدا من ناس كتير حول العالم. عربية كوبيه من بابين بموتور V6 3.5 لتر بيطلق عليه VQ 35DE من دفع خلفي. الموتور ده بينتج 290 هورس باور وليه أداء بيعشقه محبي السيارات. الغريب إن هتلاقي الموتور ده بيستخدم في عربيات على الجانب الآخر من عالم السيارات وباستخدام مختلف تماما، زي مثلا بطة بلدي تاني من رينو وهي رينو جراند سكيب ميني فان. نيسان حبوا يقللوا من تكلفة الانتاج فخدوا الموتور ده من رينو واللي كانت بتستخدمه في جراند سكيب، واللي رينو نفسها انتجت منها عدد قليل من سنة 2006 لسنة 2010. ويمكن السبب في ده انهم شافوا انهم بينتجوا عربية عائلية بموتور قوي بزيادة عليها واللي خلى سرعتها بتوصل ل 225 كيلومتر في الساعة. ده غير ان الموديل نفسه فشل ومحققش المبيعات المتوقعة منه وبالتالي وقف انتاجه سنة 2010. ومع ذلك ما افتكرش ان حد يتخيل ان موتور عربيات ميني فان ممكن يكون هو نفسه الموتور الموجود في النيسان 350 زي. دي كانت اخر عربية معانا، وده بيوصلنا لنقطة مهمة جدا، ان تعديل صغير ممكن يتعمل في موتور قوي ومبني هندسيا صح ممكن يحوله لوحش يلتهم الاخضر واليابس. وده يخلي عندك طموح ان مهما كنت راكب عربية ضعيفة ممكن لو شغلت مخك شوية تخليها عربية سوبر كار.